السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. زي ما عودنا حضراتكم بالتقرير الأسبوعي لسوق الجمعة، وإيه أخبار السوق وإيه اللي حصل في السوق النهاردة بالنسبة لللم وبالنسبة للهواة والتداول في الأسعار العصافير. بس قبل ما نقول أي حاجة، يا ريت كلنا نصلي على النبي في التعليقات، واللي عملش اشتراك في القناة يشترك علشان إن شاء الله يوصل لحضراتكم كل جديد. بسم الله نبتدي. النهارده السوق زي ما حضراتكم شايفين كان زحمة النهارده، والجو إلى حد ما كان كويس جدا بالنسبة لدرجة الحرارة والبرودة، فكان الجو كويس، فما كانش ناس نازلة بالشيلات لازقة عليها مشمع او حطها في اكياس. لا، النهارده الجو كان جميل جدا النهارده، وكان معظم التجار موجودين. بس كان في مشكلة كبيرة عندنا، مشكلة ان العصفور الاسترالي انهار والبادجي اسعاره وقعت في الارض. يعني النهارده الزغاليل الاسترالي النهارده كانت بداية من 100 جنيه ل 120 جنيه لو هو تاجر كرمك اوي، والكبير بتاعه كان من 160 ل 170 و 180 جنيه. كنت اسمع ارقام غريبه والله النهارده، يعني الاقي تاجر يخش على بايع يقول له ما هاخد منك القص الكبير واللي شغال 160 جنيه. فالاسعار دي يا جماعه ما ترضيش ربنا والله، احنا بنطلع مش بننزل. فممكن يكون مثلا الفتره دي عشان لسه خارجين من العيد وكده، فبيلموا لم نقاوه النهارده، فمش عليه اقبال جامد الاسترالي. فربنا يهدي الحال يعني، وان شاء الله الاسعار ترجع احسن من الاول. بالنسبة للاسترالي الكبير في التداول، كان في ناس بتبيع بينهم وبين بعض في التداول ب200 و250 جنيه ل 300 جنيه، فدي اسعار كويسة. انما اللم 160 170 180 يعني قليل بصراحة. بالنسبة للعصافير الانجليزي ما كانش عليها لم برضو، الانصاص ما كانش عليها لم، الشكر برصاصي ما كانش عليها لم، الفلل كان عليها لم النهارده، والفلل الفواتح النهارده كانت بداية من 350 ل 400 جنيه ل 450 جنيه، والزغلول بتاعتهم من 250 ل 300. بالنسبة للفلل اللاتيني في التداول في اللم كانت ب 550 جنيه، وممكن توصل ل 600 جنيه كمان، والزغلول بتاعتها تبتدي من 350 ل 400 جنيه. بالنسبة للفلل الاسونج، الفلل الاسونج النهارده كانت الاسعار بتاعتها بداية من 550 ل 600 ل 700 جنيه، وفي التداول ممكن توصل ل1000 جنيه. بالنسبة لو القص اللي معاك كتاب شجر وعلامات حبر مظبوطة وشوشة وكركم مظبوطين، ممكن لو معاك قص محترم تبقى ب1000 جنيه. أنا النهاردة والله بدور على ذكر، عشان عندي ذكر لاسونج مات مني امبارح، فما لقيتش في السوق والله. حتى اللي موجود غالي ومش نفس التقليب اللي أنا عايزه، يعني علاماته ضعيفة. شجر لو علاماته تقيلة تلاقي اكلافه مش كويسة. فطبعا انت عايز تشتري عصفور زي اللي مات من عندك عشان تقدر تنتج منه كويس وتطلع منه اجيال كويسه. فبدور والله ربنا يراضيني ويراضيكم ان شاء الله، ويلاقيني في حاجه كويسه. بالنسبه العصفور الريمبوات النهارده كان علم النهارده، والريمبو النهارده التركيبات كان ب 250 جنيه ل 280، ممكن توصل ل 300. ده بالنسبه للتركيبات اللي هو الموف والسكاي والتركيبات العاديه الوايت فيس. وبالنسبة للتركيب الزغلول بتاعتهم كانت بداية من 180 جنيه ل 200 جنيه. ده بالنسبة لتركيبات الريمبو. بالنسبة للريمبو الكلير النهاردة كان ب 550 جنيه، من 500 550. وفي التداول كان في ناس بتشتري من بعض يعني بأسعار كويسة بصراحة. شفت واحد شاري قص النهاردة ب 700 جنيه، بس القص يستاهل، قص محترم. جولدينات وريمبو مظبوط، وما شاء الله احجام كويسة، وما شاء الله ربنا يبارك له يعني، ويبارك لصاحب النصيب. بالنسبة النهاردة لأسعار الروز النهاردة كان اللاتيني كان من 950 ل1000 جنيه في اللم، وفي التداول من 1000 ل1100. والزغاليل بتاعته كان من 550 في اللم، و600 650 لو شباب. بالنسبة للتداول كان بيلم في التداول برضو نفس أسعار دي، نفس اسعار الزغلول. الرز الالبينو النهارده برضو كان ب 900 جنيه 950 جنيه في اللم الكبير، والزغاليل ب 600 جنيه، والشباب 600 650 و700. ده بالنسبه للرز الالبينو، وكان عليه لم النهارده، وكان عليه اقبال بالنسبه للتجار وبالنسبه للهوا برضو، يعني كان مطلوب في السوق النهارده بالنسبه للرز الالبينو. بالنسبه للروز الاوبلاين اورنج النهارده اسعاره كانت وحشه جدا. بالنسبه للكبير كان التاجر يقول لك 1600 1700، وده طبعا يا جماعه مش اسعار الاوبلاين اورنج خالص، ولا فارق معاه بقى التاجر صبغه، ولا فارق معاه اي حاجه. بدايه الكلام مع 1600 1700. والزغاليل 750 جنيه، يعني اللي انا بقوم 750 750 يا جماعه. ده روز اوبلاين اورنج عصفور غالي، يعني انا لما ابيع لك جوز زغاليل ب 750 جنيه وابيع لك جوز زغاليل روز البينو ب 600 جنيه او 700 جنيه، يبقى انا ايه اللي فرق؟ لما مربى البينو احسن. فدي اسعار زغاليل ما ترضيش ربنا. معروف يا جماعه سعر الاوبلاين اورنج زغاليل بدايه من 1000 جنيه ل 1100، يعني لو انت بعت باقل من كده يبقى انت بعتك بخساره، قعدوا عندك ما تبيعوش.
بالنسبة للأوبلاين ريد، الأوبلاين ريد زي ما انتوا عارفين مش موجود في السوق، وأسعاره عالية جدا. يعني بداية كلامه في اللم 2300، ده في اللم 2000 جنيه قصدي، في التداول 2000 ونص. وبرضه الأوبلاين أورنج في التداول على حسب الصبغة وحسب الحجم. يعني انت لو معاك عصفور حجم كويس، أحجام جامبو وصبغة تقيلة ومحترمة، هتبيعه في التداول 2300 وانت مرتاح. والزغاليل معاك لو بداية صبغة كويسة وأحجام كويسة، هتبيع معاك ب1200 جنيه في التداول وانت مرتاح برضه. مش لازم تجري على التاجر تبيعه له ب700 ولا ب800. بالنسبة لل للروز العين السوداء من 700 750 جنيه، والزغاليل بتاعته 400 جنيه. بالنسبة الفشر العين السوداء برضه ب750 جنيه، والزغاليل بتاعته 450 جنيه. الفشر الأخضر محدش بيشتريه، وأسعاره برضه 400 جنيه 450 جنيه، والزغاليل بتاعته ب250 جنيه. بالنسبة للفشر الألبينو والفشر اللاتيني، طبعا الفشر اللاتيني مش موجود في السوق، وأسعاره دلوقتي معدية. جزء اللي شغال دلوقتي ممكن يوصل 4000 جنيه. أنا بشوف أرقام على الفيس بصراحة فلكية، يعني اللي عنده قص بيقولك 4000. فدي أسعار عالية أوي يا جماعة بصراحة، بس هو بصراحة يستاهل يعني عشان مش موجود في السوق. بالنسبة للكوكتيل، الكوكتيل اللاتيني النهاردة كان عليه الإقبال ولم النهاردة. الزغاليل بتاعته كانت ب750 جنيه، والشباب بتاعته بوصل 900، والكبير 1100 1150 جنيه. ده بالنسبة للم لو أحجام كويسة وعصافير مفرودة وريش متستف. بالنسبة التداول الكوكتيل اللاتيني بيبتدي معاك من 1200 1300، والزغاليل بتاعته في التداول برضه ب750. الزغاليل ده يعتبر شبه سعر اللم. ده بالنسبة للكوكتيل اللاتيني. بالنسبة للكوكتيل إيزابيل النهاردة، الإيزابيل 750 جنيه والزغاليل بتاعته 500 جنيه. بالنسبة للكوكتيل الحبشي، الكوكتيل الحبشي ب600 650، والزغاليل بتاعته 450 جنيه. بالنسبة للكوكتيل المصبعات على حسب التصبيع يا جماعة، هو بيبتدي معاك لو غامق من 700 جنيه و750، ممكن لو فاتح يوصل معاك ل1000 و1500. والزغاليل بتاعته برضه على حسب اللون وحسب التفتيحة بتاعته، بس هي بتبتدي معاك من 550 جنيه. ده بالنسبة للكوكتيل المصبع. بالنسبة للكوكتيل الوايت فيس زي الألبينو ما كانش عليه لم النهاردة، بس التجار بتتكلم النهاردة لو حد جاي يشتري منك يقول لك ايه 1600 1700 بالنسبة للكبير. طبعا احنا عندنا التداول بيبتدي معاك من 2000 و2000 ونص، 2000 2300 لو حجم جامبو وريش متستف وكويس، فطبعا بيبقى ايه أسعاره كويسة، وأسعاره بتعدي 2300. والشباب بتاعته في التداول ب1300، والزغاليل ب1000 جنيه 1100. ده بالنسبة للتداول. انما التاجر يقول لك 900 الزغاليل او 1000 الزغاليل، وفي اللم يقول لك 1200. ده بالنسبة للشباب. بالنسبة للحبشي وايت فيس ب1100، والزغاليل بتاعته ب600 جنيه. الإيزابيل ب1300، والزغاليل بتاعته ب700 جنيه. ده بالنسبة للوايت فيس حبشي ووايت فيس إيزابيل. والمصبعات طبعا على حسب التصبيع بتاعته، مصبعات رايقة ولا فوتيه طبعا بتعدي معاك 1000 ونص، وتعدي معاك 3000 جنيه كمان لو حاجات فاتحة وبصمات خفيفة وحاجات زي كده. ده ممكن توصل ل3000 جنيه القص. هنتكلم دلوقتي على اسعار الكناري. اسعار الكناري برضو ما كانش علم، بس في ناس كانت بتشتريه، كان بيبتدي معاك من 850 جنيه ل 1000 جنيه. الزبرة تداول معلوش لم، بس في التداول الغامق 150 جنيه، والفواتح من 180 ل 240 جنيه. بالنسبة للجاوة، الألبينو 500 وزغلوله 250، الجاوة الحبشي 400 وزغلوله 200 جنيه. الجاوة الفون من 1200 جنيه وزغلوله عامله 600 جنيه. ده يا جماعة بالنسبة لأسعار العصافير عامة اللي هي على إقبال وعلى لم في التداول وفي السوق عامة يعني. هنتكلم دلوقتي على أسعار الأكل. أسعار الأكل قدام حضراتكم هو الفلارس 60 جنيه عند أم قرموطي في وش القهوة بتاعت سكر في نص السوق، والبلكم المتغربل ب28 جنيه نظيف، والبلكم البلدي ده بترابه يعني ب23 جنيه، بس أنا بفضل المتغربل أحسن. الدنيبة الرومي، الدنيبة بلدي ب7 جنيه، والدنيبة الرومي ب10 جنيه. الدنيبة حجمها كويس وكبيرة وما شاء الله كويسة، يعني حجمها قريب من البلكم بشوية، قريب من البلكم البلدي. ده اسعار الاكل. طبعا هنا الفلارس انا بجيب منها على طول والله، اكلها كويس يعني. اللب ب30، واللب اللي هو البلدي ب35 جنيه عندها. حاجتها كويسه وحاجتها نظيفه وما شاء الله عليها، يعني ست كويسه واسعارها يعني كويسه مرضيه، مش غاليه. وعندها السبيه ب140 جنيه
سيبيا نضيفة وكويسة يعني. بس اهم حاجة وانت بتشتري السيبيا لما تروح البيت ما تحطهاش العصافير على طول، لا انت بتاخدها تغسلها وتحطها في مكان تنشف فيه، ويا ريت تكون متعرضة لإشعة الشمس عشان تنشف بسرعة. وبعد ما تتعرض لإشعة الشمس بتنضفها بالسكينة كده، وتخلي السيبيا نضيفة وتبقى لونها أبيض وكويس. وبالنسبة برضه للأكل، الأكل برضه تحط عليه شوية كركم عشان خاطر ما يأذيش العصافير بتاعتك، ولا يعمل لهم أي مشاكل معوية أو أي مشاكل توصل للي عندهم الحويصلة وتأذي الفروخ لو عندك فروخ. يا رب أكون قدرت أوصل لكم معلومة ولو بسيطة، يا رب ما أكونش تقيل على قلوبكم. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.